أنا سليمان المحمد من خربة حاتم. الطريق هو الوحدة الشعب السوري على بكافة المحافظات أن يتحدوا بوجه هذا الأردوغاني الغاشم من أجل ما أن يتغلغل في بلدنا. احنا نطلب من الإدارة الذاتية أن تتحاور مع دمشق العاصمة لحل هذه المشكلة. نحن شعب سوري واحد، إذا كان شرق الفرات وإلا كان غرب الفرات، شعب نريد نعيش بأمان وكرامة. لذلك أريد أنه تتحد الإدارة الذاتية مع القيادة السورية لحل هذه المشكلة. نحن شعب فقير، نطلب الحياة، نطلب الكرامة، نطلب وحدة بلدنا، نطلب كرامة بلدنا. فنظل احنا هلا هيك ضايعين، صار لنا اليوم 10 سنوات ضايعين بهذه. هي شرق الفرات وهي غرب الفرات، وهذا أردوغان عم يتخلخل ببلدنا وعم ياخذ كل يوم ياخذ قطعة أرض من بلدنا. تجتمع العالم بخارج سوريا ما عم تحل شيء. إذا اجتمعت 100 دولة على سوريا، 100 دولة كلها ضد سوريا، شلون يحلون الأزمة السورية؟ إذا ما كان الشعب اتحد وصار كلمة واحدة ما راح تنحل الأزمة السورية. الغزو التركي كان غزو غاشم وغير شرعي، وكان يريد خيراتنا ويريد تفتت شعبنا حتى يتغلغل بأراضينا ويفرق الشعب السوري عن بعضه، ويريد يأخذ المال اللي يريده من الشعب السوري ومن الأراضي السورية. نحن ضد تركيا، يعني على أغلب ضد تركيا. تركيا بلد غازي مستعمر من دور العثمانيين، والآن يريد دور العثماني يستمر بهذا البلد. النظام السوري، القيادة السورية تنطي المكونات الأقليات حقوقها، مشاركة بالحكم والمواقف وبالإدارات كافة، وشاركها بالقرار السياسي والاجتماعي. هذه وحدة. واجتماع السوريين بشكل صحيح لصنع ديمقراطية حقيقية، لا فئة، لا عنصرية، لا فئات، لا تكتلات طائفية. أمريكا يوم جات كان دخلاتهم كان منها إيجابي، لأنهم شالوا داعش واقتلوا من داعش، لكن انحرفوا الربع، وأمريكا تخضع السياسة التركية حلف الناتو، ما تخلى عن تركيا، تخلت عندنا، وقام أردوغان يقتل بينا ويجيب عصابات وينهب العالم بالأرض السورية.